السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور، مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا للناس اللي هم مرضى السكر، خصوصا الناس اللي بتاخد أنسولين يا جماعة. طبعا في ناس يعني مش هنقول بتستهبل، أو في ناس يعني بتستعبط. تلاقي المريض من دول يقوم واخد جرعة الأنسولين ويفضل يزود وينقص على حسب مزاجه، وعلى حسب، ويقول لك مثلا ساعات ما ياخدش العلاج بتاعه عشان هو تعبان. أنا عاوز أفهمهم حاجة بس مهمة جدا. أي مريض سكر بيكون عنده عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية أو ميكروب بصفة عامة، كرد فعل من الجسم السكر بيعلى حتى لو أنت ما أكلتش. فما ينفعش نوقف جرعة الأنسولين عشان أنا تعبان أو عشان أنا ما باكلش كويس أو لأن في الفترة ديت السكر بتاعك هيزيد جدا، ويبدأ يدخلك في جفاف زيادة، ويبدأ الوظائف بتاعة الجسم بتاعتك تتبهدل خالص، ويبدأ تخش في جفاف وضعف في المناعة، ويبدأ الميكروب يتمكن منك زيادة. فعلشان كده نصيحة، أي مريض سكر جاله عدوى أو نزلة شعبية بلاش نبطل علاج السكر بتاعنا، وياريت نقيس السكر بانتظام في الفترة ديت عشان السكر ما يعلاش علينا واحنا مش واخدين بالنا، ندخل في متاهات أكتر من المتاهات اللي انت موجود فيها. وطبعا برضو زي ما قلنا نقيس السكر بانتظام برضو عشان ما يتأثرش ويعلى أو ينزل واحنا مش واخدين بالنا. نخش بقى على حاجة تانية مهمة جدا. الناس برضو مرضى السكر اللي بياخدوا الانسولين، وبتحصل حاجات غريبة جدا. يعني هو بيبقى مريض سكر وبياخد انسولين وما بياكلش، يعني ياخد جرعة الانسولين وما يرضاش ياكل. طب ازاي؟ ويدخل ينام مثلا او يبذل مجهود زيادة وتلاقي سكره نزل، والراجل جاب بدأ يحصل له رعشة في الأطراف، وبدأ يعرق، وبدأ ضربات قلبه تزيد. ده سكره بدأ ينزل لانه خد الجرعه بتاعته وما كلش، او خد الجرعه وجاله مشوار سريع، او خد الجرعه وطلع جري على طول بره ما كلش. فده ممكن يدخله في حاجه اسمها غيبوبه انخفاض سكر في الدم. وتيجي تقيس السكر بتاعه تلاقي السكر بدأ ينزل 80 و70 و50. لو هو فايق لازم نلحقه ونديله اي حاجه مسكره وما نسيبوش. انما لو هو لا قدر الله دخل في غيبوبه نجري بيه على المستشفى، ونديله حاجة اسمها جلوكوز 25% عشان يبدأ ينبه خلايا المخ. اللي بيحصل بقى ان في غلطة كبيرة جدا. يعني واحد عنده 80 سنة، طبعا المريض ده كان مريض سكر، خد جرعة الانسولين بتاعته وما كلش، وطبعا هو كان راجل طريح الفراش ما بيتحركش كتير. فطبعا اهله اللي موجودين، الراجل بعد ما خد الانسولين بدأ السكر بتاعه ينخفض وهم مش واخدين بالهم وسابوه نايم. طبعا جم يصحوه من النوم لقوا الراجل طبعا يعني ايه ما بيردش عليهم والنفس داخل وطالع. فقال لك لا، ده في النهايات بقى خلاص وعمره منتهي، وسابوه. لما سابوه فترة طويلة بدأ تأثر على خلايا المخ بتاعه، وبدأ يدخل في مرحلة تانية خالص، وبدأ موضوع الغيبوبة يزيد عليه، ودخلنا في يعني ايه تدمير في خلايا المخ، لأن مفيش سكر بيوصل للمخ. ماشي. فطبعا المريض ده دخل في وضع تاني للأسف. يعني بعدها بحوالي 24 ساعة جايبينه المستشفى لأنه سكره نازل. طب انتوا يا جماعة سايبين الراجل في غيبوبة بقاله أكتر من 24 ساعة عشان سكره نازل، المفروض كنا نلحقه في البداية ولا نسيبه لما يدخل في مراحل تانية متقدمة؟ طبعا الراجل دخل العناية وللأسف ما طولش ومات بعدها. هنا طبعا السبب في الموضوع ده الإهمال من أهل المريض نفسه، لأنهم ادوله جرعة الأنسولين وما أكلوهوش، وسابوه في غيبوبة من غير ما يقيسوله السكر. تمام. وسابوه السكر منخفض فترة طويلة جدا، لما دخل في تدمير في خلايا المخ، والمريض طبعا مات بعدها. وانا بقول ان الموضوع ده ليه؟ عشان نخلي بالنا لما يكون واحد مريض سكر وبياخد انسولين
ونيجي نصحيه او نلاقيه مثلا في غيبوبة، اول حاجة نقيس له السكر يا جماعة، نقيس السكر، لان انت كده بتنقذ حياته. لو لقينا السكر منخفض والراجل دوت في غيبوبة تامة، خلاص نوديه المستشفى ياخد جلوكوز 25% ونشوف هيفوق ولا لا. لقينا السكر خلي بالك عالي جدا، برضه دوت نوديه المستشفى، لان في حاجات تانية لا قدر الله ممكن يكون دخل فيها ودخلته في غيبوبة. انما نسيب المريض على السرير في انتظار الموت لاننا احنا مش قادرين نخدمه، دي حاجة تانية طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. مع السلامة.